اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ حاجة حلوة كده على السريع، مش هتاخد 10 دقايق معاكي. سهلة وبسيطة وسريعة ومش مكلفة كمان. هتعمليها وانت مغمضة، حاجة طعمها يجنن كمان. يعني شكل وطعم وكل حاجة، عيالك هينبهروا من طعمتها. لذيذة جدا جدا ما شاء الله عليها. شايفين شكلها عامل ازاي يا بنات؟ تجنن تجنن كده. والله طعمها بقى لازم تجربوها بجد، علشان خاطر تشوفوا طعمها عامل ازاي. جميلة جدا جدا ما شاء الله. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملنا الجمال ده ازاي. معايا معلقتين 3 قشطة كده، وهنحط عليهم معلقتين سكر كبار، وهنحط عليهم معلقتين كاكاو كبار، كاكاو خام طبعا اللي هو المر ده. يُفضّل بقى إنِّك تستعملي الكاكاو المُر الأسباني ده، طعمه حلو أوي، أوي في الحلويات يا جماعة. هنقلِّب بقى المقادير بتاعتنا دي، اللي هي القشطة والكاكاو الخام ومعلقتين السُكّر الكبار، وهنضيف نُص كوباية من الحليب. يعني أنا ضِفت رُبع وبعد كده ضِفت الرُبع التاني، علشان توصل لقوام يعني اللي أنتِ شايفاه ده بالضبط. أنا عايزة القوام الخليط يبقى زي ده بالضبط. هناخد بقى البسكوت بتاعنا، دول 4 بواكي بسكوت سادة، أي نوع أنتِ بتحبيه استعمليه. وبعد ما قلّبنا بقى الكاكاو بتاعنا مع القشطة والحليب، هنحط بقى البسكوت بتاعنا مع الخليط السايل ده، وهنقلّبه بقى كويس جدًا لحد ما الخليط كلّه يتجانس مع بعضه. مش عايزين بقى البسكوت ده يظهر كده، عايزين كلّه يبان لونه بني مش اللون الأصفر ده. ما ننساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصلكوا كل جديد. انا كده قلبت بقى المقادير كلها مع بعضها كويس جدا. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هنعمل فيها الكيكة بتاعتنا. لذيذة جدا والله ما شاء الله عليها، حلوة قوي قوي، جربوها يا بنات. وسهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكي 10 دقايق. يعني أنا كنت مكسلة أعمل حاجة حلوة، والولاد عمالين يقولي عايزين حاجة حلوة يا ماما. قُمت بقى إيه، عملت دي في السريع كده، يعني كنت مكسلة بقى أولّع الفرن وأعجن كيكة وأعمل. يعني عملتها ما خدتش معايا 10 دقايق، وجميلة جدًا، جدًا، يعني هتجرّبيها ومش هتندمي عليها. أنا فردتها كويس جدًا في الصينية زي ما أنتم شايفين. هنركنها بقى على جنب ونشوف الطبقة التانية اللي إحنا هنعملها. الخليط ده لوحده والله طعمه جميل جدًا. هنجيب بقى 3 كوبايات من الحليب، وهنحط عليهم كيس الكريم كراميل اللي انتوا شايفينه ده، وهنحط عليهم ده انا هحط معلقتين سكر يعني كبار، انتوا ممكن ما تحطيش خالص، ممكن تزودي عن كده حسب براحتك انت. وهنحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام على الخليط ده. طبعا يا جماعة السكر حسب براحتك زي ما قلتلك، ممكن ما تحطيش سكر خالص، تكتفي بالسكر اللي في الكريم كراميل. ودي معلقة كبيرة من النشا. وهنجيب 2 باكت من الفانيليا، دول هنحطهم. الخليط اللي باعمله ده يا جماعة طعمه جميل جدًا، جدًا، جدًا. يعني ممكن تعمليه كده وتغرفيه في بولات لولادِك مع البسكوت. طبعًا ممكن تحطّي البسكوت في البولات من تحت وتحطّي عليه الخليط ده، طعمه جميل ما شاء الله عليه. هنقلّب بقى الخليط بتاعنا كويس جدًا، وبعدين هناخده على النار البوتاجاز، هنقلّبه إيدينا فيه بالمضرب كده، ما نسيبهاش لحد ما القوام يتقل كده، علشان ما يكلكعش مننا. هنضيف بقى الخليط بتاعنا على البسكوت زي ما انتم شايفين كده بسرعة، علشان خاطر هو يعني زي المهلبية كده، فهيقفش منك لو سبتيه يبرد. هنساوي بقى الخليط بتاعنا كويس قوي فوق البسكوت، ولازم تساوي الخليط فوق البسكوت ده. وهو سخن كده، الخليط لازم يبقى سخن، علشان لو برد زي ما قلتلك هيقفش منك زي المهلبية بالظبط. أنا دلوقتي دخّلته بقى التلاجة بِرِد، وإيه بارُش عليه بقى رشة بشر شوكولاتة كده، أي حاجة أنتِ عايزة تزيّنيه بيها زيّنيه بيها. يعني ممكن تحُطّي بشر شوكولاتة زي كده، أو ممكن تحُطّي رشة كاكاو، اللي أنتِ حاباه يعني. أنا بقى هاقطّعها، بتتقطّع يا جماعة بكل سهولة زي ما أنتم شايفين كده، ولا بتكلكع ولا بتتهري ولا بتتهربد ولا أي حاجة خالص. جميلة جدًا، جدًا بجد، جرّبوها. شايفين بتتقطّع بكل سهولة إزاي؟ وعيالِك هينبهروا من طعمها، طعمها جميل جدًا، جدًا. لازم تجرّبوها بجد.
ممكن بقى لو جاي لِك ضيوف هتعمليها في 10 دقايق، مش هتاخد وقت خالص، ومش مكلفة زي ما أنتِ شايفة كده، يعني 4 بواكي بسكوت مش مكلف خالص، ومعلقتين الكاكاو سهل جدًا، جميلة جدًا يا جماعة. أنا باحط بقى زيّني حسب ما أنتِ حابة، ده بقى يعني بسكوت أنا هارياه كده، حطيته منظر كده يدّي له شكل حلو. ممكن تسيبيها كده ما تحطيش عليها حاجة تاني براحتك برضه، هي شكلها جميل وطعمها جميل جدًا. شايفين الجمال؟ والله تحفة، شكلها يجنن وطعمها زي العسل. وبكده بقى نكون عملنا حاجة حلوة كده الولاد حلّوا بيها وفرحوا بيها، وطبعًا يعني أنتم شايفين الغلا اللي إحنا فيه وكل حاجة غالية ومكلفة جدًا، ولمّا تشتريها من برّه طبعًا مش هتلاحقي. إحنا بقى نعمل في البيت أي حاجة إحنا عايزينها، تورتة، جاتوه، أي حاجة إحنا عايزينها هنعملها في البيت بكل سهولة وبأقل التكاليف طبعًا، وعلى قد إمكانياتِك ممكن تعمليها، يعني ممكن ما بلاش بَش الشوكولاتة ده خالص، بلاش ما أعرفش إيه، تعمليها على قد إمكانياتِك، مش شرط زي ما أنا عاملة. شايفين طبقات البسكوت يا جماعة؟ على فكرة المكونات دي كانت المفروض تتعمل في صينية أصغر من كده، علشان خاطر تبقى الطبقة عالية شوية، يعني القطعة تبقى مرتفعة شوية عن كده، أو ممكن أنتِ تزوّدي في المقادير بتاعتِك، علشان لو هتعمليها في صينية كبيرة فتبقى كبيرة يعني. شايفين يا بنات عاملة إزاي؟ طرية جدًا وطعمها لذيذ جدًا، أنا بقى مسكت القطعة مش عايزة أسيبها إلا لمّا أخلّصها الأول، جرّبوها يا بنات ومش هتندموا بجد، شايفين الجمال؟ شكلها جميل وطعمها جميل جدًا ما شاء الله عليها. ما ننساش بقى نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا وشفا للي يجربها.